لست صالحا بما يكفي، لكنني أخاف الله. لم يكن الحظ معي يوما، بل كان الله معي. لعلها مسألة وقت، وهي عند الله قد قضيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انه يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى بس منكم ان تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبجد الفترة دي انا محتاجة فعلا دعمكم في القناة، عشان بجد الفترة دي فعلا فترة صعبة. الحمد لله على كل حال. بس انا نفسي منكم ان انتوا تدعموني باشتراك وتحطوا لايك للفيديو، وتشيروا بقى الفيديو كتير بحيث انه يوصل لاصحابكم واهاليكم وكده. فدي حاجة انا بس متمنيها منكم. هنا بقى الضلفة دي ضلفة طبعا حزين. عايزه اقولكم ان الجو حر جدا، وطبعا كانت قطعة نور وكده، وبشيل واحطه وخلاص، ما بركزش لان فعلا الجو صعب وما عنديش طاقة خالص 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 خالص. فبقالي فترة عمالة اقول انا عايزة اعملها ومش عارفة. ما كنتش مش عارفة ابدأ ازاي يعني فيها، لان انتوا زي ما انتوا شايفين هي متبهدله. طبعا شلت كل الحاجات اللي فيها. الضلفه دي بحط فيها الخزين اللي بيكون باقي، مثلا اكياس مفتوحه او كده، ببقى لماها في باسكتات وكده. ومحطوط بقى اللي هو الطقم بتاع السمك، اللي هو مثلا حاجات انا مش بستخدمها يوميا. مكنه الفشار، والطقم اللي هناك ده طقم خشاف كده الوان، مبستخدموش اصلا بصراحه يعني. فبرضو ركنته هنا، لان انا يعني مش بعمل كل يوم مثلا ولا خشاف، ولا مثلا برضو مش بصنع عصفور كل يوم، ما بستخدموش فيه يعني. عندي حاجات تانية بستخدمها. فالمهم طبعا مسحت انا نسيت مسحت الضلفة كلها. والاول خالص كنستها كده بالجاروف، عشان طبعا حاجات رز الوقع والحاجات دي. بعد كده مسحتها. نيجي بقى هنا اللي انتوا شايفينه كله ده لازم ان انا افرزه، لان في حاجات قديمه ويعني مش هينفع استخدمها تاني خلاص، وحاجات ملهاش اي عوزه خلاص يعني، حاجات على الفاضي محطوطه يعني دي انا فتحتها ما كنتش عارفه اصلا هي ايه، بس لقيتها شطه دي يعني صعبه جدا جدا جدا. فدي من الحاجات اللي استحاله احطها في الاكل مبدئيا. كان باقي منها حبة صغيرين جدا، فانا بصراحة استغنيت عنهم، لان هم انا مش هحطها في الاكل نهائي، لان انا معايا طفل صغير. لو انا ممكن اكل شطة زي كده، بس انا معايا طفل صغير فصعب جدا ان انا احط في الاكل شطة. وده كمان ده تقريبا كان تقريبا كمون او حاجة. لا، كانت بابريكا اللي هي العادية. انا عندي اللي هي المدخنة بصراحة احلى كتير. ودي بقى اكياس حاجات كده كذا حاجة. ده كمون بقى له فترة كبيرة جدا عندي، كتير يعني كتير، فمش هينفع برضو بصراحة استخدمه للأسف. انا ما كنتش كذا مرة بلاقيه كده وبقول مش عارفة استخدمه مش عارفة ايه، وما استخدمتوش بقاله فترة كبيرة جدا جدا جدا. فركبته كده وقلت هشوف بس اسأل حد كده عن حوار الوقت بتاع التوابل والحاجات دي، لحد ما اشوف، عشان ايدي ما تجيش عليه، او ان انا احطه في الاكل او كده وهو ممكن يبقى غلط اصلا. ايه كمان هنا بقى كنت خدت الحاجات اللي انا مثلا اتخلص منها، واخدت المنظم ده غسلته ولمحته كده ومسحته. المهم هبتدي بقى احط الحاجات اللي انا محتاجاها. دي حبة كركم صغيرين جدا جدا بس مش هينفع اتخلص منهم، لان انا بحتاجه في الاكل اصلا، بس هجيب تاني لان هو قليل جدا. في ملوخية ناشفة حطيتها برضو. هنا برضو حطيت مش عارفة دي كانت ايه مش عارفة بصراحة، لان انا بسجل على الفيديو بعدها. ده بقى حبهان، كنت واخداه من حماتي وكده، بس حلو قوي لانه كان جاي من السعودية فقوي جدا. وهنا بقى ده طبعا عارفين اللي هو بيتحط بقسماط، زي البقسماط كده بيتحط
انا بفتكر بيتحط على البانيه والحاجات زي كده. هو مش احسن حاجه، بس انا خليته بحيث ان انا لو احتجت انعمه او كده وادخله يعني مع الفيجيتار والحاجات دي. فطبعا نقلت كل الحاجات دي. نيجي بقى للمنظم ده بقى انا لما فيه كل حاجه، بس حاجات طبعا على بعضها ومش هينفع كده، ان انا مبعرفش اصلا اطلع الحاجه من كتر الحاجات. بتبقى زحمه وبصراحه مش حاجه منظمه خالص ولا حلوه حتى ان العين تشوفها. ده عندي كده منظم بحط فيه الشعريه. فانا من ذكائي فتحت كيس شعريه وفتحت كيس تاني على اساس ان الاولاني خلص. فالحمد انا فظيعه. فالمهم انا فضيت بقى العلبه دي بتشيل تقريبا يعني تقريبا نص او اكتر. ففضيت كده فيها حبه. وهنا دي كانت شعريه بقى. بقول لكم فتحت كيسين. عايزه اقول لكم ان نوع الشعريه دي والمكرونه دي اصلا اللي هي اسمها مش عارفه اسمها ايه بالظبط، لو جت وقت اقولها لكم. نوعها حلو قوي قوي بجد، حلوه جدا وسعرها كان كويس. هبقولها لكم لو ما جاتش في الفيديو قدامي، هقولها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله يعني. هنا اخدت المنظم برضو بغسله بنشفه في وقتها، عشان طبعا مش هينفع ان انا افضل واقفه في الجو ده كتير وارجع تاني، فصعب جدا. فهنا كان عندي حبه رز بسمتي كده صغيرين، كنت محتاجه اشتري تاني. انا بحب الرز البسمتي قوي بس سعره بقى اوفر زياده عن اللزوم. وهنا بقى حطيت الشعريه. وكان عندي كده لسان عصفور. كان عندي برضو منه كيسين كده مفتوحين بس مش كاملين يعني، كنت تقريبا فاتحه واحد فبزود، كان باقي شويه صغيرين ففتحت واحد عشان ازود حاجه زي كده. اقول لكم الذكاء عندي ان شاء الله بجد. وهنا حطيت الرز برضو، كان في كده كيس رز مفتوح فحطيته برضو. يعني هو عمال نظمتها على قد ما قدرت بصراحه. ان الحاجات دي فعلا والله بتاخد وقت. يعني انا بختصر لكم في الفيديو اصلا، لان كمان بعد ما بخلص بضطر مثلا لو في حاجه وقعت مني مش عارفه ايه على الارض فبشيلها. المهم هنا بقى ودي كده بعد ما نظمت الضلفه زي ما انتوا شايفين شكلها مختلف تماما. على الاقل بقت مريحه للعين وبقت نظيفه ومتنظمه. فالحمد لله بصراحه يعني ان انا خلصتها اخيرا، ومسحت بقى الجناب اللي هي من تحت دي، والرخامة كمان خلصتها ومسحتها. الحمد لله ان خلصت اصلا. هنا بقى كنت هعمل مكرونة بشاميل. حطيت هنا مية على النار عشان تغلي المكرونة، وهنا كان عندي حتة لحمة كده مفرومة. حطيتها كده في طاسة سخنة، ما حطيتش اي مادة دهنية لان هي فيها دهون اصلا فبتبقى كتير قوي. بعد كده قطعت بصل صغيرة وحطيتها. يعني هنا عشان ماسكة بايدي فالتصوير مش احسن حاجة. بعد كده حطيت طماطمايه مبشوره جدا جدا جدا، ممكن تحط عصير طماطم احسن طبعا. بس اقول لكم ايه اللي حصل اصلا دلوقتي. وحطيت بقى التوابل، فلفل وكمون وكزبره ناشفه وسبع بهارات وحبه بابريكا وايه كمان وبصل بودر وتوم بودر. والبشاميل طبعا عملته معاكم. هنا الكهرباء قطعت ومعرفتش اصور حاجه تاني، بس حطيت عادي بقى المكرونه. وبعد كده حطيت الاول طبقه بشاميل، بعد كده طبقه مكرونه، بعد كده حطيت اللحمه. وبعدين حطيت طبقه مكرونه، وبعد كده نزلت بالبشاميل وحطيتها في الفرن، او حطيت جبنه موتزاريلا مع الوش. بس كده، بس عشان الكهرباء فصلت ملحقتش بصراحه اصور معاكم. هنا بقى كنت هنظم التسريحه بس ما جبتلكمش من الاول بصراحه. كنت ناسيه اصلا ان انا بصور. كان هنا الكهرباء جات يعني. فهنا بقى بصلا كل الحاجات دي التسريحه عندي بتتطرب بسرعه وبتتبهدل بسرعه ومش عارفه ليه بصراحه يعني. بس فعلا من الحاجات عندي اللي بتغتت قوي لان هي فعلا بتتبهدل بسرعه قوي. هنا بقى حطيت كده البرفانات كلها ورا، وحطيت يعني حاجات اللي استخدامي فيها قوي بتبقى قدام شويه. وحطيت بقى هنا المرطبات وكل حاجه والمانيكير يعني بصوا الاسيتول، بحب انا الاسيتول قوي. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان يعجبكم.